فرقة 36 لولاد الإخص خدت شنطتها وبؤجتها وانسحبت بره القطاع. الكلام ده جايباه من تلاجة بيتنا والنبي أبدا، هما اللي قايلينه بذات نفسهم. إذن بعد كل هذه الانسحابات يتبقى عندنا في القطاع 3 فرقات. السؤال هنا لولاد ميتين الإخص، هل انتم ضحيين بال3 فرقات؟ أنا شايفة إن انتوا تسحبوا ال3 الباقيين، وإلا هتبقى شكلكم قدام العالم بيهم مضحيين. شكلكم ما سمعتوش خطاب امبارح لحبيب ملايين المسلمين. ده ما كانش خطاب، ده كان احتفالية. بعد مرور 100 يوم من العركة نحتفل بال1000 آلوية. الموضوع يخلص على كده؟ لا، احنا لو جينا حسبنا في الآلوية الواحدة فيها من 6 ل7 خواجات، يعني بالميت كده خلصان عندك فوق 7000 خواجة. الموضوع يخلص على كده؟ لا، ده انت كل يوم فخرل قوي في نفسك وتقول احنا عندنا ضحيتين بس، هم كل يوم نفس ذات الضحيتين. يا شيخ غير يا شيخ عشان نصدق. مش بس كده، انت لو اتكيت عليه شوية كمان وقلت له بطل كذب هيقولك انا عندي ضحيتين ونص. بس الكذب مالوش رجلين. يجيلك واحد خواجة كان عند اخواتنا في القطاع، كان اللي هو من الناس اللي انسحبوا دولت اللي ربنا نجدوا يعني، يقولك انا في الاسبوعين اللي نزلتهم حضرت لوحدي فوق 100 جنازة. اكيد ده ما بيعملش واجب مع كل الناس اللي ربنا اخدهم، لا اكيد بيروح يجامل الناس اللي يعرفهم بس، فما بالك بقى باللي ما يعرفهمش. كام يا فندم؟ بس عندي طلب لحضرتك ايها الخواجة، لما تيجي تتكلم على الارقام دي نقول ما شاء الله اللهم بارك عشان ربنا يزيد ويبارك. قول ورايا ما شاء الله عشان الحاجات دي بتتنزر خبيبي. بس انا مش عايزاك تقلق، عندنا 3 فرقات هنقوم معاهم بالواجب ان شاء الله. اخواتنا هتوديهم كلهم وان شاء الله تحضر. يعني حضرتك لو بتاخد حسنات يعني في ملتك اللي انت ملهاش مله دي، بتاخد حسنات على حضور الجنازه، هتاخد حسنات كتيره وان شاء الله تبقى واحد منهم قريب ان شاء الله. قول ان شاء الله. الموضوع يخلص على كده؟ لا، اهل المحتجزين واقفين طوابير. ايه ده طابور الجيران بارك ده يا هاني؟ لا، دول عاملين نفق وهمي يقعدوا فيه، قال يعني عشان يأزروا المحتجزين. شوفوا الحلول يا جدع. انا شايفه ان انتوا تروحوا لهم اسهل. ليه؟ عشان تقعدوا بجد. صدقني هتروحوا وترجعوا مبسوطين، حتى اسألوا اللي راحوا ورجعوا متهنيين. الموضوع يخلص على كده؟ لا، اليمن لن تتراجع ولن تتزحزح ولن تتنحنح. ليه؟ النهارده حضرتك استهدفت سفينه لمامة ولاد الاخص وهي رايحه لولاد الاخص. تاني ايه؟ 12 14 16 انتوا ايه يا ابني ما بتتعلموش؟ تحس ان ولاد الاخص تعمل عملتها وتقوم بعت سفينه تجس النبض كده، السفينه عدت ولا ما عدتش؟ لا والنبي ما عدتش. بس الشهاده لله اليمنيين بيحذروا قبل ما يعملوا اي حاجه في السفينه. هترجعي ولا مش هترجعي؟ مش هترجعي، طب خدي بقى خبيبي. ما تتعبش نفسك مع اليمنيين مقطعين بطاقتهم حضرتك. ابعد عن اليمنيين احسن لك، لحسن هم ينفذوا الكلام اللي قالوه. هم لحد دلوقتي ودايسين على زمارة الاقتصاد الدولي، شوية وهيدوسوا على زمارة النفط الدولي، شوية وهيدوسوا على النت الدولي، وكلنا هنزعل والله. فانت احترم نفسك بقى شوية يا جدع بقى، ما تنرفزهوش. الموضوع يخلص على كده؟ لا، ليل نهار نهار وليل، 2000 من المتظاهرين قاعدين ليل نهار نهار ليل. ليه يا جدع؟ عايزين اسقاط حكومة النت. والله هو ابن تيتو يستاهل، خليكوا قاعدين.